نحن في مركز كهرباء تلتمر بدأنا بتنفيذ مشروع تنوير قرى زرقان، والتي تضررت بسبب القصف التركي المستمر على الخط التوتر 20 كيفي، والذي يقع في خطوط التماس على طريق زرقان تلتمر. بعدها قمنا بدراسة لتنفيذ مشروع على 3 مراحل من خط خربة العيد والمغذى من محطة السد الشرقي لإعادة التغذية إلى هذه القرى، حيث نفذنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وتم تغذية 22 قرية، والآن سنبدأ بتنفيذ المرحلة الثالثة. الآن من هنا نحن في قرية حليوان نقوم بحفر الجور ونقل الأعمدة إلى المسار الجديد لتغذية تفريعة عين العبد وقراها. ومن المقرر أن ننتهي من المرحلة الثالثة لتغذية قرى زرقان وتلتمر خلال 10 أيام، إذا لم يكن هناك حوادث طارئة تحصل في المنطقة.